سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قصة شيقة حكاها لنا الأستاذ عبد الله الساروي حفظه الله، مدرس مادة الرياضيات، ونحن في الصف الثاني متوسط. وكنا نعتقد أن مدرسين الرياضيات لا يجيدون قصصا كهذه، لكنها في قمة الإبداع. قصة ملك الموت مع الله سبحانه وتعالى جل في علاه. سأل الله جل وعلا ملك الموت، قال له: يا ملك الموت، ما الأمر الذي أضحكك؟ وما الأمر الذي أبكاك؟ وما الأمر الذي أفزعك؟ قال ملك الموت لله سبحانه وتعالى: الأمر الذي أضحكني أنني عندما أمرت بقبض روح رجل وهو عند خياط الأحذية عزكم الله، يقول له: خيط لي هذا الحذاء ليجلس معي سنة أو سنتان أو 3 كذا. فقال: فضحكت من أمره لأنه لا يدري أنني نازل لقبض روحه في هذه الساعة. قال له: وما الأمر الذي أبكاك؟ قال ملك الموت لله عز وجل: الأمر الذي أبكاني عندما أمرتني أن أقبض روح امرأة وهي وطفلها في الصحراء. قال: فبكيت من الذي سينقذ هذا الطفل وهو في هذه الصحراء من دون أحد وليس معه إلا أمه؟ هذا الأمر الذي أبكاني. قال له: وما الأمر الذي أفزعك؟ قال: الأمر الذي أفزعني عندما أمرت أن أقبض روح عالم من العلماء، عندما خرجت روحه خرج نور منها فأفزعني. قال له الله عز وجل: أتدري يا ملك الموت من هذا العالم الذي قبضت روحه؟ قال: لا أدري، أنت أعلم جل في علاه. قال: هذا العالم الذي قبضت روحه هو ذلك الطفل الذي خفت عليه، من الذي سينقذه في الصحراء وهو وحيد جل في علاه سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.